جايب لي نجوم العالم في التمثيل وما عملتش بيهم حاجة، يا أخي تبًا لك. الساعة 12 للساعة 1 بالليل كنت فين؟ انا ونادية كنا مع بعض طول الليل. اللي عنده حاجة يقولها دلوقتي قبل ما نتورط كلنا. أهلًا وسهلًا بيكم في حلقة جديدة وكلام في الأفلام، والنهارده معانا فيلم قصر الباشا بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، صدقي صخر، حمزة العيلي، ميان السيد، محمد القس، ونبيل عيسى. الفيلم بيتكلم عن كاتب متعود يكتب رواياته في قصر الباشا اللي هو فندق ملك صاحبه حسين فهمي الباشا طبعا. وبعد ما الباشا بيموت بتبتدي تحصل جرائم في الفندق بسبب الورث. فهل الكاتب بتاعنا هيعرف يكتشف مين القاتل ويوصل لنهاية الرواية؟ ده اللي هنعرفه من خلال الكثير والكثير من المغامرات. انت عندك محمد ناير كالعادة، عندنا عالم ممتع ومثير للاهتمام للغاية بكل تفاصيله، بالكادرات، بالانتيكات، بالتحف، بكل تفاصيل القصر. عالم مختلف. مفيش مرة فكرت انك تكتب على القصر. عنصر الغموض مخدوم في كل تفاصيل الفيلم من بدايته لنهايته. عنصر اللغز من احسن الحاجات المخدومه والمعموله حلو في الفيلم ده. الممثلين طبعا من الايجابيات بكل تاكيد، مش كاداءات تمثيليه ما اضحكش عليك، ولكن كحضور. كل الممثلين دول عندهم حضور مميز، قادرين يقدموا لك متعه في كل مشهد حتى لو المشاهد دي مش مخدومه كويس ومش مكتوبه حلو. حد لاحظ ان نبيل عيسى دايما بيطلع الدور ده؟ يعني هو في تقسيمه الورث دايما بيطلع الابن السكير اللي بيلعب قمار الغير بار بوالدين، دايما بيطلع الدور ده وبيعمله حلو جدًا. ولكن أنا شُفت الدور ده كتير أوي. طبعًا مش معترض، أنا باحب نبيل عيسى أوي يا كابتن. أنا الوحيد اللي فيكم ماليش مصلحة في القصر ده. أنا هفضل أحذرك لحد إمتى من الوقت ده؟ كادرات بقى، كادرات وتصوير وإضاءة، عالم مبني بكل تفصيله. ابن اللعيبة باني لك عالم مش محتاج تخرج من القصر، كل حاجة جوه، وإحنا أغلب أحداثنا بتدور جوه القصر، وده بيخلق إثارة وتشويق أكتر بكتير. المونتاج والقطعات اللي بتتكرر خلال مشاهد التحقيق ممتعة جدًا. عارف إنها اتعملت قبل كده كتير، ولكن لسه روشة يا جدعان والله. للأمانة حمزة العيلي ومحمد القس قدروا يعملوا أداءات تمثيلية حلوة من خلال شخصياتهم، رغم إن شخصياتهم ما تسمحش بكل ده، ولكن قدروا يعملوا طريقة كلام، طريقة مشي. ده خلّى شخصياتهم مثيرة للاهتمام أكتر وحلوة أكتر بكتير. حسين فهمي يا جدعان، أقول لكم إيه، الراجل ده كاريزما وهيبة جبار. أي مشهد بيظهر فيه هيبة كده في المشهد، حتى لو المشهد ما يستدعيش ده، يعني اللي هو تحس إنك أنت عايز تقوم تقف كده وهو بيتكلم. نيجي لأكتر شخصية موتّرة وصعب تحكم عليها في الفيلم كلّه، أحمد حاتم. شخصية أحمد حاتم شخصية معقّدة، مكتوبة بكتير من التفاصيل، ما اتقدّمتش تقديم كويس، وده حاجة يخلّيها حِمل. يعني أنت شخصية معقّدة، مليانة تفاصيل وما اتقدّمتليش، جيت قعدت على حجري فجأة كده. وده لولا إن أحمد حاتم عامل الدور حلو جدًا وقدر يخلّينا نتخطّى كتير من تفاصيل الشخصية المعقّدة بإن هو يجسّدها، كان زمان الشخصية دي لبست في حيطة. أحمد حاتم عامل مجهود حلو جدًا في الشخصية، ولكن لسه شايف إن الشخصية ما اتقدمتش كويس ومكتوبة وِحِش. أنا سبقت السلبيات، نيجي للسلبيات. اللي اتعلمت إن الشيطان خطته بتتلخبط لما الإنسان بيخطط أحسن منه. حاسس إني مجنون. مبدئيًا عندي شك يرتقي إلى مستوى اليقين إن في حاجات اتكتبت في الفيلم ده ما اتصورتش، أو في حاجات اتصورت واتشالت في المونتاج، لأن الممثلين دول إزاي يمضوا على أدوار زي دي؟ يعني صدقي صخر كان متهدد عشان يمضي على دور زي ده. إزاي يا جدعان؟ صدقي صخر ممثل جامد فشخ، إزاي تجيبه في دور زي ده؟ في كمية شخصيات ما اتقدمتش، في شخصيات ما بينهم ماضي قعدنا نسمع عنه وما شفناهوش، في كمية حاجات مريبة في شخصيات ما تطرقنالهاش أصلًا، في تصرفات محتاجة تفسيرات كتير جدًا. فأتمنى يكون في حاجات اتكتبت وما اتصورتش، أو حاجات اتشالت في المونتاج، لأن لو القصة مكتوبة كده يبقى في حاجات غلط. كعادة سيناريوهات محمد ناير، في جزء بيبقى متركز عليه ومرسوم ومتأنتج ومتظبط بالملي، وفي جزء بيبقى رايح في داهية وبيبكي في الزاوية. عادةً أفلام الجريمة بتتقسم نصين، نص اللغز ونص طريقة كشف اللغز. هنا احنا اجتهدنا في اللغز بقدر كبير جدًا، كمية الحاجات اللي اتزرعت عشان نستخدمها في الوقت المناسب، كمية التفاصيل اللي في الجريمة، طريقة ارتكاب الجريمة، كل دي حاجات مميزة. ولكن طريقة كشف اللغز كانت ضعيفة جدًا، ما لهاش اهتمام خالص عشان الشخصيات ما لهاش ماضي معانا، الشخصيات ما اتقدمتش حتى. كمية ضعف في بناء الشخصيات خلّى كشف اللغز ما لوش أي اهتمام، خلّى طريقة كشف اللغز أصلًا محتاجين نكشفه عشان ننهي الفيلم بس. تحس إن مش الاكتشافات اللي خلّتنا نوصل لحل اللغز، لأ إحنا حلينا اللغز عشان عايزين نمشي. ورغم كل العبث ده مش دي أكتر حاجة ضايقتني، أكتر حاجة ضايقتني هي طريقة رسم الشخصيات وطريقة رسم مشاهد تمثيلية ليهم. عزيز فؤاد باشا، نادية فؤاد الباشا، ورستم فؤاد الباشا. ما تعرفش ممكن يعمل فينا ايه دلوقتي عشان يستفرد بالقصر. انت عندك كمية ممثلين أبطال عالم ما رسمتلهمش حتى مشهد مثير للاهتمام في الدنيا. مفيش مشهد لصدقي صخر، مفيش مشهد لمحمد القس، مفيش مشهد لحمزة العيلي، مفيش.
مفيش يا صاحبي مشهد لكل دول يتجلوا فيه حتى مع بعض. احنا لسه هنكتب لكم مشاهد تمثل، كفايه ان احنا جبناكم. دي اكتر حاجه مستفزه في الدنيا. عاده ما بحبش اتكلم اما يبقى ممثل عمل مشهد وحش قوي عشان بتعاطف معاه، ولكن عشان ميان السيد شفت لها مشاهد تمثيليه احسن من كده بكتير. في مشهد لميان السيد صعب قوي يا جدعان، والله العظيم في مشهد ليها بتعيط، اقسم بالله ما عارف المخرج عدى المشهد ده ازاي بجد. وهي اداءاتها التمثيليه مش بالضعف ده. في مشهد ليها وهي بتعيط صعب، صعب يا جدعان والله. يعني انا مش عارف ازاي المشهد ده ما اتعادش، ازاي المشهد دي مش اداءاتها حتى. يعني لا الموضوع صعب. في اداءات تمثيليه كتير في الفيلم ده عليها علامات استفهام انا مش قادر افهمها، فاتمنى ان احنا نفهمها في المستقبل. وكتير يا جدعان كتير والله. وانت ناوي تدور على اللي قتل بنفسك؟ ممكن تفهميني ايه اللي حصل بالظبط؟ ما لقيتش حاجه في اوضه رستم. لو عجبك اللي احنا قلناه ما تنساش تدوس لايك، قول لي رايك في الفيلم في الكومنتات، اشترك في القناه وشغل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. فرق في الفيديوهات لا دي ممكن حاجه تعجبك. سلام.